الميسيون تاعنا الاولى هي حمايه الممتلكات وحمايه المواطنين. بون في اطار تنفيذ المهام واش يكون كاين حاجه اسمها الاحتياطات الامنيه، الاحتياطات الامنيه تاع الافراد تاعنا اثناء تنفيذ المهام المنوطه لكم. زيد الحاجه الثانيه كيفيه استعمال الوسائل العضويه الموضوعه تحت تصرف الافراد سواء الدرك الوطني ولا الامن الوطني، يكون باحترافيه وممارسه الصلاحيات المنوطه لنا كاجهزه امنيه في اطار القانون. في اطار القانون ما ننساوش مكافحه الجريمه المنظمه بشتى انواعها، مكافحه التهريب بشتى انواعه، سيرتو الاوكار اللي نعرفوها سواء اختصاص اقليم الدرك الوطني ولا اختصاص الامن الوطني. اليوم رانا نقوم بمداهمه في اطار العمليات الامنيه التي تقوم بها المديريه العامه للامن الوطني بالموازاه مع عطله نهايه السنه. راح نشوف ان شاء الله تكون فيها عمليه مداهمه لمختلف الاماكن المعروفه بالجريمه. العمليات هذه ان شاء الله راح تكون امنيه بحته، راح نكون من خلالها راح نضربوا في الاواسط المعروفه بالجريمه خلال هذا القطاع تاعنا. دوروا بالشاف، دوروا هي الشاف. حسبتك سي بون. مواصلة الجهود الأمنية الرامية إلى محاربة الجريمة الحضارية بمختلف أشكالها وتعزيز الشعور بالأمن والسكينة لدى مواطني ولاية تبسة بالموازاة مع حلول رأس السنة الميلادية، جندت مصالح أمن ولاية تبسة كافة الوحدات العملياتية ليلا ونهارا لضمان أمن الأشخاص والممتلكات من خلال تكثيف نشاطاتها الأمنية العملياتية الموحدة، وبالتنسيق أيضا مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للقيام بمداهمات مشتركة عبر كافة إقليم الولاية للقضاء على مختلف الظواهر الإجرامية وحماية المواطنين أثناء تنقلاتهم، خاصة وأن الحدث مرتبط ببعض الاحتفالات والتنقلات من أجل قضاء عطلة نهاية السنة داخل الوطن أو عبر الشريط الحدودي، وهذا عن طريق عملية المراقبة والمرافقة والتسهيلات المقدمة من طرف عناصر الأمن بشرطة الحدود التي لاقت استحسان المسافرين المتوافدين عبر المعابر الحدودية الواقعة بإقليم الولاية. في ذات السياق تم تجنيد كافة التعداد البشري من أجل السلامة المرورية من خلال وضع تشكيلات عاملة عبر الطرقات ومحاور الدوران ونقاط المراقبة الثابتة والمتنقلة، وهذا بهدف التخفيف من حوادث المرور وإرساء الثقافة المرورية. تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال تعزيز التواجد الميداني لتجديد المراقبة والتفتيش عبر جميع الحواجز وتأمين الأماكن التي تشهد وفود وتوافد كبير من المواطنين دون إغفال الأماكن المعزولة بهدف الحفاظ على النظام والسكينة العمومية وحماية المواطنين وممتلكاتهم والقضاء على مختلف بؤر الإجرام، وكذا ضبط
سلطة القانون في ظل الاحترام المطلق لحقوق وواجبات المواطنين.